برنامج رمضاني أحب كل اليمنيين، برنامج جمع بين المسابقات، الألغاز، الذكاء وفعل الخير. برنامج كان يدخل كل بيت بروح جميلة واسم واحد ارتبط به بقوة. لكن اليوم اسم مايا العبسي يختفي. والسؤال الصادم: هل يمكن ألا نرى برنامج طائر السعيدة مجددا؟ وفي آخر الفيديو سأكشف لك الاحتمال الأقرب لما سيحدث في رمضان القادم، فأبقى حتى النهاية. وقبل أن نبدأ اضغط إعجاب وصل على محمد في التعليقات. حديثنا اليوم ليس عن مسلسل، بل عن برنامج رمضاني إنساني ترفيهي ترك أثرا كبيرا في قلوب المشاهدين اليمنيين. برنامج طائر السعيدة لم يكن مجرد مسابقات، بل مزيج ذكي من الألغاز، التحديات العقلية وفعل الخير والصلاة على النبي، التي أصبحت عادة جميلة في أغلب حلقاته. مايا العبسي لن تكون حاضرة، وقدمت اعتذارها الرسمي بطريقة راقية وهادئة. غياب مايا ليس تفصيلا بسيطا، لأنها كانت روح البرنامج. أسلوبها الهادئ، تفاعلها الإنساني، وحضورها القريب من الناس صنعوا علاقة خاصة بينها وبين الجمهور. ولهذا كثير من المتابعين ربطوا البرنامج باسم مايا أكثر من أي شيء آخر. لكن ما مصير برنامج طائر السعيدة؟ قد لا نرى برنامج طائر السعيدة بالشكل اللي اعتدنا عليه، والاحتمال الأقرب هو ظهور برنامج رمضاني جديد بنفس الطابع: مسابقات، ألغاز، ذكاء وفعل خير، لكن بدون مشاركة مايا العبسي. وهنا يكمن التحدي الحقيقي: هل ينجح البرنامج بدون الاسم اللي صنع جماهيريته؟ في عالم البرامج الرمضانية الجمهور ما يتعلق بالفكرة فقط، بل بالمقدم وبالروح وبالتفاصيل الإنسانية. وبرنامج طائر السعيدة نجح لأنه جمع بين المعلومة، الترفيه، القيم والبساطة. ولهذا أي تغيير قادم هيكون محط اختبار حقيقي لقوة البرنامج نفسه، بعيدا عن الأسماء. لكن هل اعتذار مايا يعني نهاية نهائية أم مجرد توقف مؤقت؟ المنشور لم يغلق الباب تماما. مايا العبسي اعتذرت، وهذا يعني أن العودة ممكنة، أو المشاركة في مشروع رمضاني آخر، أو حتى عودة البرنامج بشكل مختلف في المستقبل. لو وصلت إلى هنا اكتب اللهم صل وسلم على نبينا محمد في التعليقات، ولا تنسى اللايك دعما للمحتوى الهادف، واشترك في القناة وأخبرنا ما رأيك، لأن رأيك يهمنا.